الغداء وواحدة حق العشاء، وابيك تشتغلين طول النهار. ابي سجاد وايد علشان ابيعه تري للي واحصل فلوس وايد. بس هذا حرام. يا ومو بحرام عليكم تجلسون في خرابتي وتبيعون السجاد في السوق. اول انا سكت عليكم لاني استفيد، لكن الحين يوم دريت انكم تطلعون من الخرابه لا. بس انت ما تعرف حسن كذي بيضيع بروحه. قبض عليك حسن وحسن، كل ما قلت كلمه قالت لي حسن وحسن. شل لا يا ابا الحسن، سمعي انا ما علي من حسن، انا علي من السجاد وبس. اذا انت ما تعرف وين فيه الحين. سمعي اذا تبين حسن إيه؟ اليوم انا رحت السوق وجبت خيوط صوف وايد علشان انت تشتغلين وانا تري للي احصل فلوس. اي والله فلوس. حسن دور بدر البدور في كل مكان وتم يتذكر كلامها. لا يا حسن قوم، انت لازم تدورني، لازم تعرف انا وين فيه، لازم تفكر، لازم تفكر. وتمر الايام وبدر البدور مسجونه وتشتغل ليل نهار. حسن تم يدور ويتعلم، بس شوفوا حسن شلون تغير. وليش تقبض عليه؟ اقول لك يحمل سكين يعني اداة قتل. لا يا اخي. شلون لا؟ هذا الرجل مجرم ولازم امنع استعمال السكين. اسمعني يا اخي، اسمعني. السكين قطعة حديد. انا هذا اللي قطعت حديد على الخشبين. والجريمة ما تكون في السكين. يا شلون يا اخي شلون؟ السكين حديد، احنا البشر نسويها، وكل يد تيودها السكين ممكن تخليها أداة خير أو أداة شر. شلون يا اخي ما فهمت عليك، فهمني. كل يد وراها قلب وعقل، والجريمة تنبع من داخل الإنسان. إذا كان داخل الرجل مجرم ممكن تكون السكين أداة قتل، إذا كان داخل الرجل طيب ممكن تكون السكين أداة خير. يعني نسوي فيها تمثالتين، نقطع خشب، نقطع بصل. عرفت شلون؟ عرفت. شكرا يا حكيم. شفتوا؟ هذا هو حسن. اما بدر البدور 2500 3000 يازين الفلوس، والله يازين الفلوس. انا ذبحتي الفلوس. سمعي انا قررت ازيد اكلك علشان انت تشتغلين اكثر، وانا تري للي احصل فلوس اكثر. ايه بس هالفلوس قليلة. يا اقول لك 3000 تقولي لي قليله؟ قليلة بالنسبة لجائزة الملك الكبيرة. جائزة الملك؟ ايه انت تبيع سجاد صغير وتحط قيمة صغيرة. انا متأكد اني بسوي لك سجادة كبيرة. وانت تعرف ان كل سنة يصير سوق العجائب والملك يشتري اعجب شيء، وانا بسوي لك سجادة عجيبة واكيد بتربح جائزة الملك وبتصير اغنى واحد في الديرة. بصير اغنى واحد في الديرة؟ تري للي والله فكرة. نعم كانت فكرة. مرت الايام والشهور وبدر البدور تشتغل وتنشد سجادة كبيرة ملونة. حسن تم يدور بدر البدور ويتعلم. حسن صار رجل يفهم في كل الامور لانه بدر البدور غيرت له وايد.
فكر الله تعالي فكر وتعرف اللي مو معروف وتعرف اللي مو معروف تقرا الكلمة تقرا الحرف تتعلم اللي ما تعرف تقرا الكلمة تقرا الحرف تتعلم اللي ما تعرف والدرب اللي طوله تبدأ بخطوة وانت تشوف الله أكبر انت تشوف تقرا الكلمة وعقب سنة وفي يوم سوق العجايب تجمعوا التجار من كل صوب وأصحاب الأشياء العجيبة، وصاحب الخرابة كان موجود مع السجادة اللي سوتها بدر البدور، والملك وحاشيته كان موجود بالسوق أيضا. كان حسن موجود لأنه دائما يتذكر بدر البدور لما تقول له روح وتعلم. يا سادة يا حضور، يا سادة يا حضور، الملك يفتتح سوق العجائب. كل من عنده مخلوق عجيب أو اختراع عظيم أو فكرة رائعة يتقدم لعرضها على الملك. يا مولاي الملك. اسمح لي اقدم لك هذا الطائر العجيب يا مولاي. انا شفت في هالسوق طيور وايد عجيبه. صحيح يا مولاي، بس هذا اعجب الجميع. وشنو العجيب فيه؟ قلت لي شنو العجيب؟ هذا الطائر يا مولاي يتكلم 3 لغات. انا السنه الماضيه شريت طير يتحكي 5 لغات. 5 لغات. بس من عنده شيء عجيب أو غريب يقدمه للملك. أنا يا مولاي. انت ايش عندك راونا وخلنا نحكي. إذا كان عجيب لك جائزة الملك. أنا عندي هالقلم. قلم؟ نعم يا مولاي، القلم العجيب اللي اخترعته. قلم يعني تقول قلم؟ نعم يا مولاي، قلم. وشنو الشيء العجيب فيه؟ هذا القلم يا مولاي يا جبة اكتب بهالصوب. شوف. اي بس هذه ما يكتب. ما يكتب. مولاي